السلام عليكم. منيرة المشخص. اسمحوا لي، طبعا انتم كلكم متخصصين في الاقتصاد، لكن احنا بنتكلم عن موضوع كنت اتمنى انه معالي وزير العمل يكون متواجد، لكن للاسف الشديد اكيد ارتباطاته كثير الله يعينهم. لكن دائما احنا القطاع الخاص يطلعون علينا في المنصات ويضربون مثل كنا نقرب من نار يم قرصه وما يمدح السوق غير اللي رابحين فيه. يقولون نحن سوينا واحنا بيئة العمل سوينا، لكن لما ننزل على أرض الواقع للأسف الشديد. راح أضرب لكم مثال هنا في الفندق. أنا من شوي أكرمكم الله لقيت اللي تنظف الدورات المياه السعودية. يعني تعتقدون أنه هذا هو طموحنا إحنا كسعوديين، أنه بنت أو شاب سعودي ينظف الحمامات؟ يعني سعادة الوكيل، يعني أنا كنا نتمنى أن نسأل الوزير، وياتك تنقل لنا تساؤلنا للوزير، هل بينهم بين الشباب السعودي مشكلة أو ثار مثل ما يقولون إخواننا المصريين؟ دكتور احنا نتكلم عن الكفاءات. دكتور أنا أذكر دكتور، عفوا دكتور، طبعا أنا هو هذه هي سؤالي. لا ما هو باتهام. معليش يا دكتور، ما تصادر كلامي، ما صادر كلامي يا دكتور، ما تصادر كلامي. معليش دكتور، عفوا دكتور، ما تصادر كلامي. أنا أسأل سؤال، هو السؤال الطبيعي، هل يمكن أن هذا طموحنا؟ سؤالي هو سؤالي، هل هذا طموحنا للشباب السعودي؟ لا لسه أنا كملت. عفوا دكتور، ما يحق لك تصادر سؤالي يا دكتور، ما يحق لك. ما راح أتكلم على كلامك اللي قلته في التلفزيون السعودي على موضوع العمالة أيضا. أنت سؤالي، طب ممكن تسكت يا دكتور؟ معلش عفوا، تفضل. هل هذا طموحك أنت وأبنائك؟ شكرا.